بسم الله والصلاة والسلام عليك حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة على النبي الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة. سلام البنات، واش راكم؟ جسبر تكونوا كامل بخير ومتهنيين يا رب العالمين. ما زلنا مع تحضيرات تاع رمضان ان شاء الله يا ربي. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي نصوموا بالصحة والهنا يا رب العالمين. راح ندير معاكم اليوم وصفة العسل وعجينة التختلات بدون بيض. نبداو على بركة الله البنات. واش عنا كيلو تاع السكر. الكيلو نحيو منه قيس الكاس. الكاس نحطوه في كسرونة ونحطوه على الغاز حتى يتكرمل لنا داك الكاس. هذه هي المرحله الاولى اللي نعملوها. قلت لكم نقيسوا قيس تاع كاس برك ونحطوه فوق الغاز في كسرونه تكون شايحه خلاها البنات ما تكون فيها حتى قطره تاع ماء. نحطوها على الغاز حتى يتكرمل لنا داك السكر تاعنا. شوفوا نقصوا عليه الغاز خلاه ومن بعد شوفوا كي نشوفوه نقولوا بدا يذوب على الشط نبداو نزيدو نلمو دوك من الحواف تاعو كامل ونحطوهم نرجعوا هذاك السكر في الوسط هكا كومسا نقولوا متهنيين انه السكر تاعنا ما راحش يتحرق لنا. وننصحكم انكم ما تنقصوا خلاها على الغاز باش ما تحرقلكمش السكر البنات. كي تحرق السكر راح العسل تاعكم يجيكم فيه المراره وما يصلح لكمش العسل. دوكا بعد ما داب لي داك السكر تاعي كامل وتكرمل لي واش راح نضيف له؟ شفتوا الكاس اللي قسنا به ديجا السكر راح نضيفوا 2 كيسان تاع الماء يكون سخون. لازم البنات هنا لازم المرحله يكون الماء سخون. كي يكون الماء سخون نتفاداو انه داك السكر تاعنا يتحجر لنا بطريقه نقولوا يابسه خلاه ومن بعد بالسيف يذوب لنا. هنا ديجا شوفوا الماء سخون وميمطون هاو السكر شويه تحجر لي. بصح ما تخافوش. هنا بقاو غير حركوا باك بالعقل حركوا حتى تلقاو هذاك السكر اللي تحجر كامل راح يذوب. ما تخافيش خلا حبيبتي وتقولي لو السكر تاعي فسد لي ولا سي بون مش راح يصلح لي العسل. نقول لك لا حبيبتي طبعي باك لا ميثود اللي راني نخدم بها وتبعيها بالعقل ان شاء الله راح يصلح لك. نقول لك عسل ناجح مش غير 100% مليار بالمية. يعني كل وحده تجربوا بالطريقه هذه ولي زيتاب اللي نخدم بهم كامل نقول لك حبيبتي راح ينجح لك. من بعد كي شوفوا هذاك السكر تاعنا كامل دابلنا البنات ونبقاو نحركوا فيه طول ما نحبسوش نضيفوا بقيه تاع السكر تاع الكيلو قلنا نحينا منه غير قيس تاع الكاس بكا داك الاول اللي حطيناه يتكربل. بعد ما داب لي هذاك السكر اللي تحجر لي في الاول شويه لهنا نضيف كميه السكر كامله ونبقى نحرك فيها حتى يذوب لي خلا هذاك السكر. نشوفوه ولا لي كيما نقولوا ميال لا كولور تاعو عسلي كيما العسل بعد. كيما راكم تشوفوا قلت لكم تبعوا باك لي زيتاب اللي نخدم بهم بربي ان شاء الله يصلح لكم. واي وحده نقولوا جام يصلح لها العسل نقول لك حبيبتي شوفي الفيديو تاعي وتبعي لي زيتاب تاعي راح ينجح لك العسل ان شاء الله. وما بقيتيش من اليوم تشريه باسكو نعرفوا العسل ديجا بدا حتى هو زاد في السومه نقولوا زاد غلا ونحتاجوه كامل بزاف المعسلات تاع رمضان ان شاء الله الحيانا ربي. شوفوا قبل ما يفوتني صح الفيديو بعد ما داب لي داك السكر كامل وغلالي بدا حيغلي لي البنات هنا حنضيف له حجره صغيره خلا تاع الشب كيما شفتوا في الفيديو. حجره صغيره قيس نقولوا كعبه الحمص وفرات البنات. هنا هذا هو الشب اللي يخلي لك العسل تاعك ما يتحجر لكش ويبقى لك ديما نقولوا ليكيد. وفي المرحله هذه راح نقصوا خلا على الغاز كما كنتوا تشوفوا معايا نقصوا له خلا ونبقاو نحركوا فيه نحركوا من بعد نخليه واحد ربع ساعه وهو يغلي. كي تفوت ربع ساعه البنات نجيو نطفيو على الغاز كما راكم تشوفوا ونخليو العسل تاعنا يبرد. وهنا نكونوا ديجا كملنا المراحل تاعنا كامل تاع العسل والعسل تاعك راهو واجد حبيبتي. بعد ما كملنا العسل البنات راح نجيو للتحضيرات الاخرى اللي راح نديرها اللي هي عجينه 3 تختلات البنات. راح ندير لكم عجينه من دون بيض. تقطع لك كميه كبيره خلاها ان شاء الله وقت تاخذوا تعتمدوها مام تنقولوا تاع كمشروع الناس اللي تخدم لي تختلات في رمضان. نقول لك هاي لك العجينه حبيبتي راح تخرج لك كميه كبيره وراح تنجحي فيها ان شاء الله ويكون ان شاء الله يكون عندك مشروع ناجح. واش نديرو عندنا 250 تاع الزبده فيها كاس تاع سكر وكاس تاع الزيت. لهنا لازم نحتاجوا الباتور البنات لازم لنا الباتور باسكو لازم ما يكونش الباتور ما يذوبناش هذاك السكر باسكو هنا راح نستعملوا سكر كريستاليزي سكر نقولوا العادي تاع الحليب. نبدا نحل فيها هذيك الزبده بالباتور ونضيف الزيت بالعقل
شوفوا كي نضيفت الزيت نبقى نضيف فيه بالعقل بالعقل حتى نجي نسلي هذاك الزيت تاعي كامل مع الزبده وتولي لي كوم اون موس. من لهنا نولي نزيد نضيف السكر، حتى هو السكر نضيفوه بالعقل ونطلعوه بالباتور. لها نبقاو نضيفوه السكر بالعقل بالعقل ونطلعوه بالباتور حتى تتشكل لي كريمه البنات، تكون هذاك الخليط تاعي ولا لي ابيض خلا وتولي لي كوم اون مورينغ. دوك تشوفوا معايا في الفيديو كيفاه يولي الخليط اللي عندي. صدقوني دي العجينه تاني ناجحه البنات 100%، وتقطع لك كميه نقولوا كبيره خلاص تصلح للمشاريع ان شاء الله. واي وحده حابه تعمل مشروع في رمضان نقول لك هاي لك حبيبتي الوصفه، تبعيها واعتمديها في مشروعك راح تنجحي فيه ان شاء الله. دركا واش نضيفوا له المكون الاخير اللي هو الماء. قلنا في 250 غرام تاع الزبده نضيفوا نصف كاس تاع الماء. هذا الماء واش الدور تاعو راح يعوض لنا البيض اللي ما خدمناش بيه. هنا الماء هو اللي يعوض لنا البيض. سي بور سا قلت لكم راهي عجينه اقتصاديه وتقطع كميه كبيره. شوفوا النصف كاس تاع الماء هذاك راح يزكي لنا العجينه تاعنا وراح تقطع لنا نقولوا كميه كبيره خلاه من لي فون دو تارت. هنا بعد ما خلطنا الخليط تاعنا كامل بالباتور وتجنسنا كلش في بعضه الماء والزيت والسكر كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاه ولا لي الخليط تاعي ابيض كوم اون مورينغ. هنا تقدروا تقولوا كملناهم. ما نساوش نضيفوا بطبيعه الحال لافاني راح تنكهلنا لي تارتولات تاعنا وراح تنحي لنا ديك اللوغو تاع الزيت، ما راحش يبان لكم خلا. بلا ما تنساو القرصه تاع الملح البنات ما قلتها لكمش في الاول. من بعد كي طلعنا دوك المكونات كامل مع بعضهم نجيو دوكا نشيحوها بالفرينه. الفرينه ما نجمش نمد لكم الكيل تاعها بالضبط البنات باسكو كل وحده والكاس تاعها اللي راح تكيل بيه. نقولوا 250 تاع الزبده يبينه بصح الكاس كل وحده والكاس تاعها اللي حتعمر به الزيت والسكر والماء. هنا راهي العجينه تاعي كيفاه تكون، ما تكونش هذيك طريه خلا ما تخليوهاش طريه باسكو ديجا فيها الزيت واحد تجيك مهشيشه خلا العجينه هذه البنات. خلوها نقولوا لموها شويه تكون حاكمه روحها شويه قاصحه. هنا جبت لي مولين حنخدم بهم كامل. عندي هذوك من الغون صغار، عندي الاوفال هذوما السارسو خدمت بهم معاك من قبل. هذوك المول نقولوا لونسيان موديل مشرشف والاخر الغون سامبل. انا شوفوا في لي مول هذوما كامل يعجبوني هذوما صغار البنات. شوفوا الحبه ترى التختير تاعهم تجي ظريفه مليحه، اي واحد ياكل نقولوا حبه يكملها كامل. مش كيما لي مول الاخرين يكونوا شويه كبار قادر واحد نقولوا ياكل كعبه ومن بعد ما يكملهاش. ولا انا يعجبوني هادم. شوفوا الخدمه فيهم تجي روعه وفرات. نعرفوا كامل كيفاه نعمروا لي مول تاع لي تختولات. شوفوا نعمروهم نقولوا كاينه قدام الميثود. قادره نقولوا تحليها نقولوا بالحلال ومن بعد تحطي كامل فوق لي مول وتعمري. قادره تحكمي كيما هكا بالطرف بالبول صغيره وتعمري فيها لي فون دو تاخ تاعك كيما تحبي انت حبيبتي. لهنا شوفوا نعمرهم هكا كامل ومن بعد نجيب الموس ندوروا على الحافه تاعو هذيك الاخرى ونحي بيه هذوك من نقولوا طروفه الزايدين حتى تجيني الحبه تاعي متجانسه كامل مع بعضها وتجي معدوله ومتحوفه بيان. دوكا نزيد نعمر لي مول تاعي الاخرين هادوما سي مويان البنات. نقولوا اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. شوفوا نبقاو ديما نحضروا لك. شوفوا التقريب هاو رمضان قريب ويبصر يعني ان شاء الله بالاثنين ومنزلنا بك مع التحضيرات الاخيره. شوفوا ما تحبسش خلاها التحضيرات كل مره تظهر لك في راسك حاجه تقول لي ما خدمتش هذيك خلينا نزيد نوجد هذه. هذوم ديجا نحبهم. شوفوا انا بيرسونيلمون نحبهم يكونوا عندي رمضان كامل نحطهم نخبيهم في لي بورت مونجي كيما نقولوا نسخف على اي نوع تاع لي تختولات. نلقى ديجا لو فون دو تارت مخدومين نخدم غير لا كريم وفرات. انا بوكو بلوس نحب غير لي تختولات والسيترون في رمضان. هذوكم نسحقهم نقولوا يفاجئوا لي على قلبي. نسحق هذيك لو غوتا السيترون نقولوا احب حاجه ليا اني نخدم لي تختولات والسيترون. نشربوا به مقهي والله الله ورا الفطور. دركا بلا ما ننساو نجيو نتقبوهم كامل قبل ما ندخلوهم للفور. هنا ما حطيتش فيها الخميره خلاها البنات العجينه تاعي هذه. كاينه حاجه واش نقول لكم عليها كي تدخلوهم للفور من بعد تلقاهم شوي يطلعوا لكم في النص عاودوا نقولوا هبطوهم بيديكم وفرات البنات ولا احكموا انتو خشون ونقولوا هبطوا بها هذيك لاباتاك من طلعت لكم شويه. ولا تحب تخدم نقولوا بال دير فيها نقولوا دوك كيفاه نقولوا يا ربي باكزومبل الحمص ولا لو تحطهم في النص باش ما يطلعوا لهاش في النص.
هادو هما التغطيلات تاعي. هذا الجزء الاول وباك ما كملتهمش كامل البنات، صورت معاكم غير الجزء برك باش نحط لكم لاغوسات ان شاء الله. شوفوا كيف طابولي وحيد حماروا لي شويه وحيد نقولوا طابوا شويه ميال، انا نحبهم يكونوا حمر شويه. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم البنات، ونتمنى انكم تعتمدوها، صدقوني راهي وصفه ناجحه مليار بالمية، وراح يتقطع لكم كميه كبيره خلا. دوكا نرجعوا للعسل تاعي بعد ما هاو برد لي. شوفوا هذيك لا تكستور تاعو كيفاه يجي عاقد مثل المحلات بالضبط. قلت لكم يعني عسل ناجح مليار بالمية البنات، اعتمدوه، تحتاجوه ان شاء الله في المعسلات تاعكم تاع رمضان، بلا ما تبقاو تشريو في العسل بنقولوا بالاسعار اللي راهي دوك متداوله في السوق، اسعار نقولوا خياليه، كلش راهو طالع في السماء، كلش طلعوا فيها البنات. شوفوا ديجا راني كنت خادمه كميه من قبل وبدا يفضل لي، قلت نزيد نكمل مع التحضيرات هذه، نزيد نعمر هذه البطاطا تاعي كامل باسكو نحتاجو بزاف في رمضان، نخدم بزاف المعسلات. ان شاء الله يا ربي يقدرنا على الصيام وعلى القيام، وما نساوش بعضنا بخالص الدعاء في ظهر الغيب البنات، يعني دعوة الغريب مستجابة ان شاء الله. ان شاء الله تصوموا رمضان بالصحة والهنا، ويدخل علينا ان شاء الله بالصحة والهنا، وربي يقدرنا على الصيام والقيام ان شاء الله يا رب العالمين.